طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في مؤتمر المناخ. تقييم أنشطة المرأة في الإقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور الشباب في مكافحة الإيدز. اغتيال ضروس بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في جباليا. مانيلا وبكين تتبادلان الاتهامات بشأن تصادم في بحر الصين الجنوبي. 6 قتلى بسبب الأعاصير التي ضربت ولاية تينيسي. من العناوين إلى التفاصيل. ألقى وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي كلمة في مؤتمر المناخ 28 المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة توضح موقف ومبادئ إريتريا في الاحتباس الحراري العالمي ووسائل مكافحته. وذكر الوزير تسفاي في الجلسة التي عقدت في 9 من ديسمبر أهمية المؤتمر وآنيته، وقال: لقد كان العالم يتنبأ منذ فترة طويلة على نحو مقلق بالعواقب المحفوفة بالمخاطر الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي الناجمة عن أنشطة بشرية، والتي قد تشكل تهديدا وجوديا في غياب التدابير العلاجية القوية. وأشار إلى ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها هذه السنة، وقال إن الانبعاثات الصادرة عن إريتريا لا تذكر ولا أهمية لها بكل المقاييس. ومع ذلك وباعتبارنا أحد البلدان الإفريقية الواقعة جنوب منطقة الصحراء الكبرى حيث يتفشى زحف الصحراء، فإننا من بين البلدان الأكثر تأثيرا بالاحتباس الحراري العالمي وتغيير المناخ، وانخرطنا في مواجهة هذا التحدي الكبير لإيجاد حلول قائمة على أنشطة استعادة النظام البيئي المرتكز على الطبيعة. وأشار الوزير تسفاي إلى أن إريتريا تقوم باستثمارات كبيرة لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة الآخذة في التوسع في إطار جهودها لتطوير اقتصادها، مشددا على أهمية دعم الشركاء في هذا المجال. وقال أن سياسات الدول المتقدمة تسترشد بالمصالح الوطنية الضيقة ولا تراعي تحديات وأولويات العالم النامي، موضحا من الصعب فهم الأسباب والحجج التي يستخدمها العالم المتقدم لتغطية فشله في تحمل مسؤولياته الأخلاقية في الحد من الانبعاثات الغازية. وأشار إلى أن إريتريا تضم صوتها إلى الأطراف التي تحس بقوى البلدان المتقدمة على أخذ قضية تغيير المناخ العالمي على محمل الجد والالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية. وكان وفد إريتريا برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة المشارك في مؤتمر المناخ 28 الذي تنظمه الأمم المتحدة قد شارك في الاجتماع 15 لتبادل تجارب الدول في مكافحة التغيير المناخي، وشرح أنشطة التنمية الخضراء التي تقوم بها إريتريا بالقدرات الذاتية. غيم الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الجنوبي في اجتماع عقده في مندفرة يوم 7 و8 من ديسمبر تنفيذ أنشطة مرضية في التنظيم والتوعية وتمكين المرأة. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة سنايت أفوارقي في الاجتماع الذي حضره مسؤولات الفرع في المديريات والجهات الأخرى تنظيم أنشطة التوعية لحوالي 170 ألف امرأة حول القضاء على زواج القاصرات والممارسات البالية والصحة الإنجابية والقانون والتمكين الاقتصادي. وأشارت إلى الدور الكبير للمرأة في ضمان الأمن الجهوي وتشجيع أفراد قوات الدفاع. وذكر في الاجتماع تقديم التدريب في القتل لتعزيز القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وبذل الجهود لتفعيل الزراعة التعاونية للمرأة، وتم تقديم المساعدة العينية والمالية ل 241 امرأة محتاجة. واقترح المشاركون زيادة التعاون بين شركاء العمل لسداد القروض المتأخرة والاهتمام بمشاكل النقل والتجهيزات، وتوفير فرصة تدريب للنساء اللائي يعيشن في المناطق الريفية النائية، وإرساء رياض الأطفال للأمهات العاملات في المؤسسات الحكومية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسين في كلمته الختامية إلى تكثيف الاتحاد حملات التوعية لعدم حرمان المرأة من حقوقها المكفولة قانونيا بسبب الجهل والإهمال.
دعا مكتب الصحافة ومديرية مصوع في الاجتماع الذي عقد في 8 ديسمبر في المدينة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع عامة والشباب خاصة في الجهود المبذولة للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وأوضح مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب الصحة ومديرية مصوع الممرض في اليموان أحفرهم أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في إقليم شمال البحر الأحمر قد انخفض بفضل ارتفاع الوعي المجتمعي والجهود المتضافرة للشركاء، ويجب تواصل الجهود لاستئصاله تماما. وقال أن معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في الإقليم عامة وفي مدينة مصوع خاصة مقلقة، مشيرا إلى وجود برنامج لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي إلى جانب جهود السيطرة على الإيدز. وأوضحت رئيسة جمعية بودو في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة ست الحسن إن عدم تناول الأدوية سريعا بسبب العزلة والتمييز من بين المشاكل التي تعيق مكافحة المرض، وأنه يتوجب تضافر الجهود لإحداث التغيير في العادات والنظرة الإيجابية. وشرح مواطنون مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة الذين شاركوا تجاربهم أن الخدمات الطبية والاستشارات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة وجمعية بودو ساعدتهم في حياتهم. نظم مكتب التعليم بالتعاون مع مكتب الصحة في الإقليم الأوسط سيمينارا صحيا ل104 من وكلاء الصحة المعلمين في المدارس الابتدائية في الإقليم يومي 8 و9 ديسمبر. وقدم شرحا في السيمينار حول أسباب وعوائق سرطان عنق الرحم والتطعيم المقدم للوقاية من المرض وأمراض العيون والأنف والحنجرة والجلد. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ استيفانوس جبر هواريات أن السيمينار نظم للتأكد من فهم المعلمين أعراض المرض التي يجب عليهم الاهتمام بها في مراقبة صحة الطلاب والأطفال وحصول الطلاب على الإسعافات الصحية العاجلة. كما تم شرح دور نظافة مصادر المياه والنظافة الشخصية بشكل عام ونظافة اليدين بشكل خاص في الضمان الصحي. تم السيطرة على يرقات الجراد في مديرية رعتة في حملة ترشي بدعم السيارات يومي 2 و3 ديسمبر. وأوضح مكتب الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر أن التنسيق بين المهنيين الزراعيين والشعب كان عاليا للسيطرة على الجراد الذي انتشر في مساحة 25 هكتارا في ضواحي قريتي سبعدة ومدرا. من جهة أخرى نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية على استخدام المبيدات وإدارتها للمزارعين وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية جنوب دنكاليا. وأوضح مسؤول القسم السيد ساميل أسمنلاش أن التدريب يهدف إلى رفع وعي المزارعين ومكافحة الأدوية الزراعية وآثارها والحد من الأمراض العابرة للحدود. وذكر بأن سلامة أغذية الحليب والبيض وغيرها من المواد الغذائية من مسؤولية كل مواطن. كرمت مدارس تخلع عقب ومناب زرعي وسعد كريستيان الثانوية في مديرية بريخ 10 معلمين مثاليين و52 طالبا بينهم 30 طالبة جلسوا في نتائج سجلوا نتائج ممتازة في الامتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ في السهية سقاي في مراسيم التكريم في 9 ديسمبر أن الهدف هو إحداث تأثير من خلال مكافأة المعلمين المثاليين وحث المعلمين الآخرين وطلابهم على السير على خطاهم. وقال مسؤول وحدة المدارس الثانوية في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلومون أن الجائزة التحفيزية المقدمة ستخلق الدافع لزيادة نسبة النجاح المسجلة على مستوى المديرية. ودعا مدير مديرية بريخ السيد تصفو في السهاسين إلى زيادة دور ومساهمة جميع شرائح المجتمع لدعم جهود وزارة التعليم لتنشئة طلاب قادرين على المنافسة. وتم توزيع الميداليات والشهادات على جميع الفائزين إضافة إلى أجهزة لوحية على طلاب الحاصلين على درجات الأربعة الكاملة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السادس والستين وسط تصاعد في الغارات الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق القطاع الذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 17700 شخص، معظمهم نساء وأطفال وفق أرقام وزارة الصحة. وبعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، زادت تل أبيب من هجومها على قطاع غزة متعهدة بتكثيف الضغط على حركة حماس حسب قولها. وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مناطق خان يونس ورفح في جنوب القطاع، إحداها في جوار مخيم للنازحين في منطقة المواصي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. كما دارت معارك شرسة في خان يونس ومدينة غزة وفي جباليا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي أن الولايات المتحدة مسؤولة تماما مثل إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة بإعطائها الضوء الأخضر لذلك. تبادلت الفلبين والصين الاتهامات بشأن تصادم سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وسط تصاعد التوترات بشأن المطالب بشأن السيادة على الممر المائي الحيوي. واتهم خفر السواحل الفلبينية الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي، مما أحدث ضررا جسيما في محرك إحداهما. بينما قال خفر السواحل الصيني أن السفينة الفلبينية صدمت السفينة الصينية عمدا. واتهمت الفلبين الصين بارتكاب أفعال غير قانونية وعدوانية بإطلاقها مدافع مياه باتجاه سفينة صيد حكومية يشغلها مدنيون، وهي خطوة عدتها بكين إجراءات رقابية مشروعة. وتطالب الصين بالسيارة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر تعبر من خلاله سنويا تجارة منقولة بالسفن تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار، بما في ذلك من المناطق التي تطالب فيها الفلبين وفيتنام وأندونيسيا وماليزيا وبروناي. قال مسؤولون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وتم ما لا يقل عن 23 آخرين إلى المستشفى متأثرين بإصابات بعد أن ضربت الأعاصير ناشفيل ببلدة كلاركسفيل بولاية تينيسي. وقال مسؤولو مركز عمليات الطوارئ في ناشفيل في أن 3 أشخاص لقوا حتفهم أيضا في المجتمع الشمالي بالمدينة على طول طريق نسبيت، وأبلغ عن وقوع أضرار جسيمة في المناطق وطلبوا السكان تجنبها فضلا عن سقوط خطوط الكهرباء. وقال المسؤولون أن الأرقام قد تتغير مع استمرار السلطات في البحث عن ناجين حتى الليل. وقال مسؤولون أنه تم الإبلاغ عن عدة أعاصير في أنحاء ولاية تينيسي. وأفادت السلطات في مقاطعة ويكلي شمال شرق الولاية بأن السكان محاصرون وتضررت المنازل في أعقاب إعصار واضح هنالك. أطلقت الصين قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2 دي. وانطلق الصاروخ من مركز شتانغلانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. وأفادت وكالة أنباء شينهوا الصينية بأن القمر الاصطناعي وانغ 39 دخل بنجاح إلى المدار المحدد له مسبقا. ومثلت عملية الإطلاق هذه المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وفد إريتريا يلقي كلمة في مؤتمر المناخ. تقييم أنشطة المرأة في الإقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور الشباب في مكافحة الإيدز. قتال ضروس بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في جباليا. مانيلا وبكين تتبادلان الاتهامات بشأن تصادم في بحر الصين الجنوبي.
6 غلة بسبب العاصفة التي ضربت ولاية تينيسي. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.